السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدي قناة الفلكي اليمني. واليوم نحلل خريطة الفنان الكبير الزعيم عادل إمام. وكما تعلمون أن الفنانين والمشاهير عموما، بس الفنانين والممثلين نركز عليهم بالزهرة. الزهرة هي نجم الفنانين، نركز على الخامس بالذات. وكذلك الخامس البيت الذي فيه الفنانين. وكذلك لو نلاحظ هنا برج عادل إمام الثور يحكمه الزهرة، والقمري الميزان أيضا يحكمه الزهرة. هذان البيتان يحكمهما الزهرة. طبعا عادل إمام من مواليد الجمعة 17 مايو 1940، وبرجه الصيني طبعا التنين. ندخل في الخريطة. دائما كنا أي بيت تريد أن تعرف الفنان هذا أو الشخص هذا ما هو وظيفته، تذهب إلى البرج، البيت الخامس، البيت العاشر. والفنانين أيضا بالإضافة للتخصص البيت الخامس، الإعلاميين مثلا البيت الثالث، وهكذا. نشاهد أول شيء الطالع الحمل. البيت العاشر هنا الجدي. من يحكم الجدي؟ يحكمه زحل أين هو؟ موجود في بيت الزهرة، في بيت الثور. الثور هو الزهرة، يحكمه الزهرة. والزهرة موجودة في البيت الرابع. والبيت الخامس هو الأسد، وموجود في الأسد أورانوس. وأورانوس هنا يعني التغيير. وفعلا عادل إمام غير في الفن عموما. أين التغيير يظهر؟ في المكان الذي فيها الزهرة. أين الزهرة؟ موجودة في البيت الرابع، مقترنة مع المريخ. المريخ دخل مع الزهرة وأحرق البيت طبعا في الزهرة في الرابع، والمريخ في الثالث يعني بيت التعليم. شوفوا في نهاية الثالث بيت التعليم. عادل إمام فعلا غير الفن بالكامل، ولكنه أثر على ماذا؟ أثر على التعليم والجيل المتعلم. كما تشاهدون هنا في الطالع ماذا يوجد لدى عادل إمام؟ المشتري. وقلت لكم أدنى الزعماء والرؤساء والقادة الكبار والشخصيات الكبيرة في العالم غالبا ما يكون المشتري عندهم في الأول. في الثور ماذا؟ الثور الذي يحكمه الزهرة معه المشتري الشمس وزحل وبلوتو وأورانوس وعطارد. هذه الكوكبة كلها من النجوم، من الكواكب في بيت الزهرة، أي بيت الفن، بيت الإبداع، بيت التجديد، بيت النجومية. الزهرة هو الفن. فينوس يعني الفن، الجمال، الترفيه، المتعة إلى آخره. فعلا هو عادل إمام من رموز المتعة. وكذلك لم يكتفي. تخيلوا البيت الرابع، الزهرة موجودة في البيت الرابع. أنجب فنانين، ابنه فنان وابنه الآخر مخرج من أشهر المخرجين، باتوا الآن نجوم. نقل النجومية أيضا إلى منزله. طبعا كما تشاهدون أن الكواكب كلها في الأسفل، في النصف الأسفل من الخريطة. كل كواكب الفنان عادل إمام في النصف الأسفل من الخريطة. الأسفل العلوي بالكامل غير موجود. طبعا لا يوجد أي كوكب متراجع كما تشاهدون إلا هذا فقط، نبتون فقط المتراجع. البيت السادس في الصحة، بيت الصحة، معه بيت متراجع في بيت الصحة فقط. أما خريطة مثالية 100%. تخيلوا أنه لا يوجد أي بيت متراجع. و4 أبيات في بيت الثور، أي أنه في بيت النجومية الكاملة. وفي بيت الزهرة أيضا البيت الآخر الذي فيه من بيوت الزهرة فيه القمر. هنا الشمس وزحل وعطارد وأورانوس، وهنا القمر. هذه كانت خريطة الفنان عادل إمام. طبعا هنا فقط هذا البيت. هنا نبتون في العذراء، نبتون في بيت الصحة، في العذراء هنا بيت الصحة.
ويبدو أن نبتون هنا أن عادل إمام لديه شيء صحي لا يظهره للعلن. وهذا كان طبعا اليوم أسسنا هذه الخريطة، وهذا أول فيديو من فيديوهات قناة الفلكي اليمني في قناة مستقلة للفن والفنانين، الفن، الشعراء، الأدباء، الملحنين، المشاهير الفن والأدب والإمتاع والتجديد والتطوير في قناة لوحدها، حرصا على أن كل القنوات لا تتداخل. هناك قناة للاقتصاد، الفلك الاقتصاد، وهناك قناة لفلك الرياضة، وهذه قناة خاصة بفلك الفن والفنانين. ونبدأها مع خريطة الفنان عادل إمام الذي قلنا هو من مواليد الجمعة 17 مايو 1940. وفي أمان الله.